مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كيف حالكم على كاب راديو وكاب تي في بمعية الدكتور وديع غوندالي. أهلا دكتور. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ شوية كل شيء مزيان الحمد لله. اليوم دكتور كنقترح عليك أنه نهضروا في واحد الموضوع صعيب شوية، محزن مؤسف، وكيمثل يعني واحد النقطة سوداء في الحقيقة بالنسبة لبلادنا مقارنة مع الدول الأخرى، اللي هي ارتفاع حوادث السير. النسبة ديالها بشكل مخيف جدا. الأرقام الأخيرة ديال العام اللي داز 2024 تسجلت 142,247 حادثة سير، فيها 3641 ديال القتلى، 9334 إصابات خطيرة، و192,854 إصابات خفيفة. 75% ديال هاد حوادث السير الأسباب ديالها تعود بشكل أساسي إلى عدم الانتباه وعدم احترام قوانين السير. بغيت دكتور اليوم نطرق معك الجانب النفسي في الموضوع. واش كاين شي جانب نفسي اللي نقدروا أنه ننتبهوا ليه، نتفاعلوا معاه باش أنه يتقلوا هاد حوادث السير؟ شنو اللي كيخلي الناس اللي كنقولوا بالنسبه ديال عدم الانتباه ولا عدم الامتثال يعني القواعد ديال السير، شنو كيدور في النفسيه ديال هاد الناس؟ واش كيكونوا واعيين بهاد القضيه؟ واش كيكونوا مدركين الخطوره ديالها؟ واش كيكونوا قاصدين مثلا كيكون ما مسوقش، ولا كاين سوء التقدير ديال النتائج اللي غادي تطرا؟ شنو كيبان لك دكتور في هاد المشكله؟ الاول بديت كنهضر على هذاك المشكل، وبزاف ديال الناس قالوا لي علاش الطبيب ديال النفسيه غيهضر على هذاك المشكل، علاش داخل في هذاك الشيء، والمشكل ديال الطوموبيل ولا كيفاش الطريق يكونوا. هذاك الشيء قلتي 75% جايين من كيفاش حنايا كنسوقوا، كيفاش كنفكروا، كيفاش كنطلع في الطوموبيل ديالي وغنقول فين غادي، معاش خاص نوصل، غنحترم ولا ما غنحترمش لي غاك لي زوتر. انت كتسوقي ماشي بحال هضرتي، سي ان اكتيفيتي مولتي تاج دو او نيفو، ماشي شي حاجه سهله. واخا حنا مدربين بدينا كنساو، انت كنسوقو خاص يكون عندنا شويه العقل خاوي. لا بقيت كنشوف التليفون ديالي وانا باغي نزرب وشي واحد كيهضر معايا، لو ريسك داكسيدون كيطلع. على هذاك الشيء بان ليا يمكن لا بدينا كنهضروا عليه افيك لونغ بسيكولوجي ديال النفس، غنبداو نفهموا منين جاي هذاك الشيء ونقدروا نبدلوا شويه هذيك الستاتيستيك خايبين اللي عطيتينا في الاول. واش كاين شي حاجه مرتبطه بالنفسيه ديال المواطن المغربي اللي كتخليه كيرتكب حوادث السير اكثر من المواطنين ديال الدول الاخرى؟ لان حنايا في مراتب المتقدمه في النسبه ديال حوادث السير. ماشي على واش شي حاجه مرتبطه بالسلوكيات ديالنا، بالداكشي اللي معودين عليه، بالعقليه ديالنا؟ ربما كاين شي حويجات ولكن ماشي على المغرب. كاينين دي ستاتيستيك اللي وراو لا ميديتيراني كيفاش في ان ايطالي، المحيط ديال البحر الابيض المتوسط، لاسبان، في المغرب، تونس، كنسوقوا افيك اون فورم دو ليجيرتي بحال كنا كنطلعوا وكنقولوا ان شاء الله غنوصلوا. بعض المرات كنساو لا ريسبونسابيلتي ديالنا. لا مشيتي تشوفي في الالمان لا سكاندينافي وما واحد الصرامه، واحد وهذاك الشيء اللي قلتي قبيله ماشي على كيفاش كنسوقوا، باسكو ديك لي ستاتيستيك اللي عطيتينا في الاول كاينين اوسي لي بيتون، كيفاش انا كنمشي وكنتعامل كنقول راسي كيفاش غنقطع هذاك الشارع. في المغرب باغ اكزومبل يلا جيت من دار البيضاء في الرباط اليوم وتلاقيت شفت شي وحدين اللي كيقطعوا لوتوروت. هذاك الشيء باغ اكزومبل ما غاتشوفيش في الالمان في شي بلاد اخرى، باسكو ممنوع بزاف، تقدر تدخل في الحبس على هذاك الشيء. حتى حنا ممنوع فيه عقوبات، ولكن مع ذلك كنلقاو يعني حالات من هذا النوع. اكزاكتومون، وهذاك هو المشكل، باسكو واخا حنا غيكون عندنا دي ريغ دي لوا، بعض المرات كنقولوا لروسنا هذيك الاخرين غيحترموا وانا غنكون كثر، هذاك الشيء ما غي جو برون با دو ريسك. دونك بحال الخوف ما كيخدمش مزيان، وكنحسوا روسنا غنكملوا هذاك الشيء بخير. ملي كنقولوا 75% كيعود الى عدم الانتباه ولا عدم احترام قوانين السير، ولا بجوج بهم نشدوهم وحده بوحده الا سمحتي يا دكتور. عدم الانتباه شنو كنفهموا منه؟ ان الواحد بحال اللي قلتي كيكون مشغول بالو، ولا ربما ملهي في التليفون، ولا ربما كيفكر في شي مشكله مثلا، ولا دماغه عامر،
ولا عنده ضعف ديال التركيز، ربما كاين اضطرابات اللي ما كتعاونش في التركيز ديال تشتت الانتباه، ديال TDAH، ديال تشتت الانتباه، ولكن ما كنظنش ان هذا هما يعني النسبه الغالبه في هذا الشيء. دوك ملي كنقولوا هاد عدم الانتباه شنو كنقصدوا بها وشنو كنفهموا منها وشكون هما هاد الناس اللي ما كينتبهوش وكيرتكبوا حوادث السير؟ En fait, c'est tout le monde. ماشي غتقولي une toute petite proportion. كلنا كنديروها. انا ملي بديت كنخدم على هذيك لي ستاتيستيك لقيت راسي بعض المره كنسوق 50 65 واخا 60 وبديت كنحس بحال هذاك الشيء ما تفاهمناش. دونك سي لو تو الموند، ماشي شي واحد اللي غيكون خايب ولا ما غايديرش. اي سي فغي كنساو روسنا بحال كنتمشاو اي اون اوبلي امتى كنسوقو كون ان غراند ريسبونسابيلتي مع الموتور مع لي بيتون وتا الناس اللي غيكونوا في لافواتور ديالنا في الطوموبيل ديالنا. على داك الشيء بان ليا المشكل هو بحال في الاول ما تعلمناش مزيان، تعلمنا نخافوا من بوليس، ما تعلمناش نخافوا من لاكسيدون. هو المشكل كبير. دونك يمكن خاصنا نبدلوا كيفاش كنهضروا على هذاك الشيء باش الناس يفهموا ويشتدوا هذاك لا ريسبونسابيلتي ديالهم لو بوفوار ديالهم. نقدروا نبدلوا هذاك الثمن بيناتنا. ملي كنقولوا كذلك عدم احترام قوانين ديال السير، يعني قوانين دارت باش الواحد انه يحترمها. الان كاين مشكل انه كاين واحد النسبه كبيره ما كتحترمهاش. بغيت نفهم النفسيه ديال هذا اللي ما كيحترمش القانون، واش كيحسب راسو بلي راه هو فوق القانون، ولا كيقول ربما القانون ما شافنيش ما غاديش نحصل انه غادي ندير اللي بغيت، ولا كيكون في شي وضعيه يعني ما تسمحش ليه ولو يبغي يطبق القانون زربان الله يكون في العون علم الله شنو كاين اللي كيخلي انه كيقول لك الوغ لا هاد المره ما نقدرش نحترم، كاين ضوء احمر، كاين خط متصل، عارف بلي راه كيخرق القانون ولكن كيقول لك سي بلي فور كو موا. شنو كيدور في النفسيه في العقليه في التفكير ديال هاد الناس؟ سي لينيبيسيون دو لامبولسيفيتي. كتجيني شي فكره وغنقول راسي غنقدر، لا بديتي تشوفي غيكون دائما عندك اون غيزون اون اسكوز باش ما تتبعيش القانون. انا متى السيمانه اللي فاتت كانت عندي واحد الترين وقلت راسي لا ما زربتش الترين غيمشي ليا، هو يمشي ليا وندخل الاخر اش خاسر باسكو لا ضربت شي واحد لا مت انا كلشي غيخسر. وهذاك المشكل ما بحال بان مره في النفس ديالنا ما كنديروش لا بون كومباريزون وكنقولوا غنربح شي حاجه. اي سورتو داروا اون تري بيل ايتود دابا 5 سنين شافوا كهذوك لي زاكسيدون كيوقعوا باسكو يا اون سور استيماسيون. اللي كيصوب كيحس راسو انا غنقدر، شي واحد غيخرج غنقدر. اي سي زيرور لا ديستيماسيون اللي كيخرجوا في هذاك الاكسيدانت. تايق في راسو اكثر من القياس. اكزاكتومون. والحسابات اللي كيضرب ما كيصدقوليش في الاخر ما كيخرجوهش. هذاك الشيء بحال هذاك لو بروفيرب زرت تيزرب، الناس كيزربوا وفي الاخر كيخسروا. وبزاف لا شفتي كل واحد لا بدا يشوف كيفاش كيتمشى كيفاش كيصوغ كيفاش غيتعامل غنشوفوا نقدروا نحسنوا هذاك الشيء. وانا قلت لكم انا الاول ملي بديت هذاك الخدمه حسيت بعض المره كنلقى دي زيسكوز اي ان فات سكون ابل دي بيي كوغنيتيف. غنقول راسي غنقدر خاصني اي ان فات سو سون كو دي زيرور باسكو في الحقيقه المهم ماشي نوصل المهم هو نوصل ماشي واخا نتعطل شويه واخا نشد الترين الاخر هو المهم. وبعض المره اون اوبلي لونجو هو لاكسيدون لو ديسي دو كالكان. وهذاك الشيء ماشي شي واحد غيوقع على واحد، هذاك الشيء كيوقع على العائله كلها اللي غيكونوا في هذاك الاكسيدانت. راه ملي كنهضروا على 142247 حادثه راه ماشي غير هذاك المصاب ولا اللي مات ولا هذا، راه كنهضروا على معني 142000 يمكن ولا اكثر ديال العائله، احيانا جوج عائلات ثلاثه في نفس الحادثه. يعني لادرينالين دكتور بزاف ديال لي جون اي موان جون حتى هما عندهم بعض الهوايات، يعني كيركبوا على الموتور كيركبوا على بعض الطوموبيلات هذا وكيقول لك داك الاحساس ديال انك ملي كتمشي بواحد السرعه كيطلع لك داك لوطو ديال الادرينالين وكيحس بواحد الاحساس في الشكل. هاد الرياضات الهوايات اللي كيمارسوهم شي وحدين وما يمكنش يحس بمتعه الا ما تجاوزش يعني كاع المنطق ديال السرعه وديال هذا. واش فعلا هاد الرياضات بعدا كتعطي هاد الاحساس هاد كتطلع هاد الادرينالين؟ هاد الادرينالين بعدا شنو هي شنو كتعطي؟
واش ما يمكنش هذا الادرينالين يطلع بطرق اخرى بلا ما انه يخاطر الواحد بالحياه ديالو؟ Alors, الحقيقة effectivement l'adrénaline كتطلع مع الضغط النفس لو ستريس كيطلع هذاك الادرينالين سيت اون رياكسيون. لا حسيت شي حاجه يمكن غيكون شي حاجه الا تخلع الواحد لا فوالا لا بور لا تخرجت الجسم ديالي كيطلع الادرينالين. علاش؟ باش نكون ماضي نسمع مزيان نشوف مزيان. عندك الادرينالين طالعه غتكون خفيف في الريفلكس ديالك، شي حاجه غيطيح غتشدو. وهذاك لو سونتيمون داك الشيء اللي كتحسي مزيان من بعد بحال الخوف، من بعد كتحس ان شوت دوندورفين غتحس مرتاح جي سورفيكو. ولكن لا فيريتي هذاك الادرينالين خاصها تكون دون دي سيركوي دو فورمولا. هاد الساعه غيكون نديرو نسبقو نديرو نطلعو اكثر من 200 كيلومتر الساعه. هاد الساعه غيخدم في لو ترونسبور ديال كل نهار. ما خاصناش نشوفو نقلبو على الادرينالين في السوقين ديال كل نهار في المدينه ميم في لوتوروت. سي ان موان ترونسبور. باش يكون عندنا دي سيتواسيون دي سونساسيون فين غنحسو الادرينالين طالع هكاك نديرو لو باراشوت. جو في دو سيركوي ندير دو لا بوكس. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كيعطيو نفس ليفي ميم ايفي. وهاد الساعه باسكو متى كنسوق في الطريق انا غيكون عندي الادرينالين، ولكن انا ماشي بوحدي في الطريق، كاينين بزاف ديال الناس اخرين. وشحال من مره شفت شي دراري في الموتور كيتكاو كاع في الموتور. هاد الساعه كيحسوا كيديروا دي فيديو باش الناس يقولوا واعر نتايا. ولكن سا سي ان بروبليم ديدوكاسيون اي دو كومونيكاسيون. علاش كنخوضوا طوموبيلتنا ولا الموتور ولا كنخوضوهم باش نمشيو من بلاصه واحده حتى الاخرى، ماشي باش نلعبوا، ماشي باش نحسوا هذيك الادرينالين ولا باش نبينوا لشي حد اخر احنا زعما راحنا واعرين. اكزاكتومون. دكتور، كنشوفوا في الحملات التحسيسيه لي كومبان دو سونسيبيليزاسيون اللي كيداروا باش انه كنحضروا من هذا الشيء، وكنقولوا دائما هذه الاحصائيات اللي كتخلع. واحيانا كيستعملوا بعض لي زيماج اللي كتكون نقدر نوصفهم انهم الى سون ان بو شوكونت ولا شوكونت ماشي ان بو، يعني كيكون فيهم مشاهد يعني صعيبه شويه. ودايو كيكون واقيلا واحد الميساج كوم كوا راه هاد الفيديو راه فيه دي زيماج شويه شوكونت، كيكون فيه يمكن ربما دم، ربما مشاهد قتل، واحيانا كيجيبوا مشاهد حقيقيه يعني ديال شي اكسيدون حقيقي كيحطوه باش انهم يزيدوا انه الناس يوعاو وربما يتخلعوا ويردوا البال اكثر. انا من خلال غير لونطوراج ديالي يعني اللي كنلاحظ هو انه احيانا هاد الحملات كي عندهم واحد التاثير عكسي. يعني الواحد كيكون جالس مع العائله، ربما كاين دراري صغار، ربما الناس كبار، ربما الناس سون ان بو سونسيبل، الزاب ملي كيوصل داك الاشاره لانهم كيقول لك انا ما قدرتش نشوف مثلا دوك اللقطات ولا هذا. واش بصح حنا محتاجين ندوزو داك النوع ديال اللقطات باش فريمون الميساج يوصل؟ لان كاين واحد الفكره انه درنا لقطات شوكونت وهكاك ما وصلش الميساج ولا ما نقصوش العدد الحوادث السير. واش كيبان لك كاين شي طريقه مناسبه اكثر باش انه نوصلوا الميساج وماشي بقات انه يوصل ان الناس يقتنعوا به ويطبقوا داك الشيء، ماشي غير فكره تلاحت؟ وكيفاش كتشوف انت هاد انت اللي كبر ومزيود وكبر وعشتي في حياتك كامله في فرنسا ومن بعد في الولايات المتحده الامريكيه، وشفتي يمكن لي زيكول تما كيفاش كيوجدوا لي ميساج، كيفاش كيبان لك هذا الشيء؟ وبالنسبه للمجتمع المغربي واش صالح هاد لابروش ولا لا؟ واش غيكون عندها تاثير ولا لا؟ ولا ما كانش عندها تاثير شنو كتقترح؟ لا بديتي بغيتي تعلمي شي واحد مع الخوف، هذاك الشيء معروف ما غيتعلمش مزيان. ولكن سي فغي هذاك الشيء اللي داروا قبل قالوا للناس ديروا الصمته ديالكم، ما تخليو هذيك البلاصه بيناتكم في لوتوروت، وهذاك الشيء ما خدمش مزيان. دونك جو كومبرون امتى بغاو يبدلوا قالوا يمكن لا درنا لو شوك. وهذاك الشيء وقع في فرنسا دابا 5 سنين، زي في دي كامباين دو بريفونسيون افيك دي زيماج فيولونت، ولكن هذاك الشيء لقاو ما خدمش. علاش؟ باسكو هذاك الشيء اللي كيوقع الناس بحال اللي غينساو هذاك الشيء باسكو سي ترو شوكون. واخا غيقدروا يتفرجوا من بعد غيخزنوا في شي بلاصه ما غيكونش عندهم هذاك الشيء كل نهار. اي اللي ما غيصبرش باغي. دونك لي زيتود كون دابا في العالم كله وراو كو لي كامباني شوك
de négative. هذاك الشيء اللي كيوقع par exemple en Europe باكا مع الكارو فين كيحطوا des images choc ما خدامش باش يحيدوا. الناس يحبسوا ما كيحيدوش، الناس كيشوفوا بحال كيمسحوا هذيك التصويره. Notre cerveau هذاك الشيء كيدير. Et les producteurs de tabac ou de voitures ils n'ont pas forcément intérêt. Donc كيديروا هذاك الشيء واخا عارفين ما غيخدمش. حنا خاصنا نفكروا كيفاش نقدروا نعلموا شي واحد شي حاجه مزيانه. Et ce qu'on voit c'est que c'est des messages positifs. شنو كتقترح مثلا دكتور؟ Par exemple, ولكن هذاك الشيء اللي غنقول لكم ce sont que des hypothèses اللي خاصنا من بعد نجربوهم ونفيريفي. ونشوفوا ما واش عنديش انا الحقيقه احسن من الاخرين. غنقول للناس هذاك الشيء اللي ما خدمش نبدلو حتى نلقاو هذاك الشيء اللي غيخدم. Et moi mes hypothèses si on parle par exemple de l'exemple اشنا هو كيفاش غتوري ولدك خوك مرتك صاحبك كيفاش كتسوق حتى هو غيبدا يسوق هكاك. Quel est l'exemple حنا بغينا نعطيو للاخرين. Ça ce serait le premier point. Le deuxième point positif pour dire aux gens pas ayez peur mais faites attention. Ce serait de se rappeler à chaque fois que je vais quelque part قويله جيت هنايا في الرباط وكان عندي ان رونديفو معاك جو مو دي سوايله كتسنى فيا واخا غنوصل 5 دقائق معطل غتسمح ليا هذاك الشيء اللي غيكون مشكل لما وصلتش باسكو va y avoir une responsabilité باسكو غتقولي راسك لا ما جاش هنايا في هذيك ليميسيون راديو يمكن نكون باكا هنايا هذاك الشيء انا غنموت وغنتفك من هذاك الشيء واللي غيبقى مع هذاك المشكل هي نتيا اسكو هو هذاك لو كادو اللي بغيت نديرك نتيا. Donc on doit réfléchir de façon positive en disant on donne l'exemple شي واحد كيتسنى فينا et trouver comme ça des slogans qui encouragent l'amour et le lien plutôt que la peur. هذاك الحب وهذاك العراقه مع الناس غيعاوننا باش نبدلوا كيفاش كنكونوا ماشي الخوف مالوغوزمون. وهذا الشيء ربما كيحتاج دراسه قبل باش نعرفوا لا سيبل ديالنا شنو مستعدين انهم يتلقاو كميساج ويمكن دراسه من بعد باش نشوفوا التاثير ديال داك الشيء. Exactement. Il faut faire un suivi. Ça veut dire qu'il faut faire des évaluations. غناخذوا un échantillon, نوري لهم des différentes images et ونشوف من بعد في هذاك الشهر اللي غيدوز لا بدلوا لا بداو كينقصوا لا فيتاس ديالهم لا بداو كيديروا دائما صمته لو كاسك في لا موتو ولا بداو كيقولوا حاجه غنسوق ما غنشربش ولا خديت الدواء اليوم على الكلاك ديالي دوك ما غنسوقش غنخلي مرتي تسوق ولا ولدي يسوق. Et ça c'est que les études اللي غنعرفوا la bonne manière parce que كل مدينه في الدار البيضاء ما كيسوقوش بحال في طنجه ولا في اكادير. Donc il faut même faire des campagnes ciblées en fonction. في الدار البيضاء السوقان ماشي بحال في اكادير اي صوره ما عندكش حتى شي فروج. Donc, bien sûr, la sensibilisation fait de Blassa, plutôt une sensibilisation de le rural sur comment on conduit sur les nationales. في الدربيضة عندنا مشكل ديال الدربيضة. Et donc, في واحد بلاد واحد مدينة, probablement il faudra faire varier les messages pour qu'ils soient efficaces. كاين شي اضطرابات وشي امراض نفسيه ينصح انه الواحد ما يسوقش نهائيا سواء مومونتانيمون يعني كيكون بوندون يعني لافاز اللي كيكون فيها مريض او لافاز اللي كياخذ فيها ادويه ولا ديفينيتيفمون. يا الوغ كاينين اكزامبل اكتئاب في الاول امتى غيكون عندي الدواء لا بديت الدواء ديال الاكتئاب هو معروف il enlève la concentration يقدر ينعس ما خاش الواحد في الشهر الاول اللي كنبدا الدواء كنقول دائما لي باسيون ديالي ما تسوقوش واخا 5 دقائق ما تسوقوش اللي كياخذ دي ميديكامون سي انتي بسيكوتيك اللي عندهم سيكوز في الاول دي باسيون اللي غيكونوا هذاك الشيء مدار صافي سون اكيليبري يقدروا يسوقوا من بعد ولكن dans les changements de traitement ما كيقدروش parce que c'est des traitements اللي غينعسوا qui diminuent la vigilance bien sûr مشكل اخرين هما ادمان اللي كيشرب اللي كياخذ دوطر اللي كيكميو شي حويجات هكاك وداك نورمالمون ils doivent pas conduire ممنوع عليهم يشوفوا واخا ما غنقولش لهم احسن ما يشربوش وما يكميش ولكن لا داروا هذاك الشيء يشوفوا شي واحد اللي ما كميش اللي ما شربش هو اللي غيسوق. Et donc ça خاصنا نبدلو اكثر كاينين شي دي بيرسون اللي غيكون عندهم اون هيبر اكتيفيتي شي كالا فرط الحركه اكزاكتومون وحنا هذاك الشيء وما عارفينش عندهم هذاك لو دياغنوستيك هذوك الناس تا هما نورمالمون خاصهم
يحداو ولا يبدلوا كيفاش كيسوقوا ويبداو شي ان سويفي باش ما يبقاوش باسكو هذوك الناس ما عارفينش راسهم ايزون اون هيبر اكتيفيتي كيتحركوا ما كيقدروش يبقاو دونك غيكون في لا فواتور ديالو غيشد التليفون غيكتب شي حاجه وهاد الساعه غيجي مشكل. شكرا دكتور على هذه المعلومات القيمة. حفظ الله الجميع، نطلب السلامة للجميع المتابعين ديالنا، ونلتقي بك حلقة قادمة بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله. بغيت نقول واحد شي حاجه، ماشي الطوموبيل ديالتنا ولا الموتور اللي كيدير لي زاكسيدون، حنا كيفاش كنسوقوا هذاك الشيء نشوفوا كيفاش كنخمموا باش نشوفوا بيناتنا كيفاش نبدلوا. شكرا دكتور على هذه المعلومات القيمة، والتقي بك إن شاء الله الأسبوع القادم على كاب راديو وكاب تي في. شكرا. التقي بكم الاسبوع القادم باذن الله في واحد الموضوع كذلك اللي كنتمنى انه يثير الانتباه ديالكم والاهتمام ديالكم، ونحن منفتحين على تلقي الاقتراحات ديالكم. اذا كان عندكم موضوع يهمكم اننا نطرقوا ليه مع دكتور وديع غندالي، مرحبا باقتراحاتكم على الايميل ولا على الرقم الظاهر اسفل الشاشه. التقي بكم الاسبوع القادم باذن الله.